للإبداع وجوه عديدة، فهناك من يبدع فناً وهناك من يسعى جاهداً لإعادة إحياء هذا الفن من جديد. فنان شامل أبدع بإدخال ابتكارات عديدة إلى المعدن والخشب والنحاس والزجاج، فاختلف عن غيره من الحرفيين ولقب بشيخ كار الأعمال الفنية والتشكيلية. تعلم الحرفة منذ الطفولة على يد جده، فطوعها لتتماشى مع روح العصر، حيث حول المنتج القديم إلى جديد ليضمن استمراره. أول شيء أنا مختص بنحاسيات، سوريات، لمباديرات، أباليك، أيقونات، كل هذا اختصاصنا أبا عن جد. وفيما بعد كمان احنا دخلنا موضوع العصرنة بموضوع الأبوكسي، تنزيل الرخام، خيوط النحاسية على الرخام، على الخشب، الصناديق، كلها هي مستحدثة لكن بنحافظ على القديم. جدي كان من شيوخ الكار تبع البلد بالشام ومعروف اسمه أبو عزة التنبكجي الله يرحمه، وكان يعلق بمحله، هو كان شيخ كار بالسمكرة وبالنحاسيات. كيف كان يساوي القطعة؟ أحيانا يزعل على الناس، هو يسموه بياع الدراويش. بيجي واحد بده يقتني قطعه من النحاس وما عنده نحاس حقها يشتريها، مثلا كان حق القطعه بهذيك الايام ربما تكون 5 ليرات 10 ليرات غاليه، بيقول له تعال عندي بساوي لك مثلها بس بدال النحاس تنك، ويأكسد له اياها ويعتق له اياها تعتيق يدوي. هي ما لها مثل النحاس كمعدن وانما بالشكل مثله تماما. الحمد لله الله اكرمني وصرت ما راح اقول يعني مثله 100%، وانما اخذت الخطوات وطورتها. وفي ظل عزوف معظم الشباب اليوم عن القطع التراثية القديمة من منطلق أنها لا تتناسب مع الطراز العصري الحديث، كان لابد من جذبهم. هنا بدأ عدنان تنبكجي بمرحلة عصرنة التراث، فأدخل أشكالاً فريدة من وحي أفكاره، وجدد بالألوان وتفنن بالزخارف والرسومات ليحافظ على المنتج التراثي ولكن بطابع عصري. هلا عندنا مثلا موضوع المرايا، ما في صبيه الا ما بتحب تتمرى، وساوينا مرايه كثير كبيره وهي من زخارف نباتيه بتوحيلك بالقدام لزخارف اعمارها احيانا بتتجاوز ال 200 سنه، هون حببناها بالقديم. موضوع مثلا الشطرنج ابدا ما له تراثنا، دخلنا بهذا الشطرنج زخارف كمان بتعني لنا نحن كشرقيين، ودخلناهم صار الغرب يقتني هي القطعه، زدنا الجمال جمال. قد يشترك بإنجاز قطعة تراثية معصرنة عدد من شيوخ الكار، فالإبداع هنا لا يقتصر على حرفة بعينها، بل هناك دمج لأكثر من حرفة في منتج واحد. أنا وقت بشوف صديقي عم يصنع مثلا بما يخص الصدف والثاني عم يساوي الموزاييك، بقعداتنا نحن أو بنظراتنا لبعض بزياراتنا على الورشات ممكن نقول تعال تفضل على كاسة شاي، تعال بالمجد اشرب لك كاسة شاي، أنا وقاعد والله اقتبسنا فكرة، شو رأيك نحط هي مع هي بيطلع، وزبط هذا الكلام. ونحن ساوينا تريات نحاس مع صدف، تقريبا صرنا هلا ضد موضوع بحدود السنة ونجح بطريقة جيدة جدا وصار في إقبال عليه. هلا هي مثلا فينا نقول حرفة جديدة، شو هي الحرفة الجديدة؟ هي دمج. هون عندنا مثلا قطعة من الرخام ساويناها، هي كلها مقاطع يدويه مشان نوحي باليدوي، وهون بعد ما نرسم نحن وبنحدد هي القطعه بنرسم بالقلم رصاص، بعدين بنجي بهي الخيوط النحاسيه، هي كلها خيوط نحاسيه كمان فيها دقه بالعمل. شايفي لاحظي هون دخلنا الرخام ودخلنا نحاس، وبعدين نزلنا موضوع تنزيل المينا وحطيناها طبقه من الابوكسي، 4 حرف مع بعضهم وصارت. ولأن النجاح والتميز هما الغاية، كان لابد لشيخ الكار أن يتمتع بروح الفريق الواحد ليستطيع إدارة فريق عمله ضمن ورشته نحو الهدف المنشود. يعني أنا هون قسم الحامة. هلا اجى لعنا شخص بدنا نعمل له نفس القطعة هي قطعة قديمة وما لقى منها بالسوق، هون بنعمل له مثلها وبنطلع له نفس القطعة.
نحن هون تنفيذ، يعني الأستاذ عدنان بيرسم لنا مثلا تريات بننفذها هي بخطواتها كلها، يعني ترية قديمة مثلا بنصلحها بنرممها. واحدة من بصماته المتعددة في عصرنة التراث دمج الصدف والنحاس لأول مرة، ولإعادة إحياء ثرية نحاسية قديمة مراحل يدوية عدة أنجزها شيخ الكار أمامنا اليوم خطوة بخطوة. كل واحد عنده قطعة قديمة ما يركنها على سقيفة مثل ما بيقولوا أو يحطها بمكان معين ويخسرها، بيجيبها لعنا وبيرجع بياخذها عروس هيك عم تشع بالنور اسمها تريا. مثل هي التريا كانت قديمة يمكن إذا شفتيها بتقولي هاي للكبل تريا. هون حطينا له العصرنة بموضوع الرخام، نزلناه بطريقة جديدة وحطينا له ازازة منشان هون تعطيها تتناسق مع الرخام، ونزلنا لها الكريستال. خطوات العمل اول ما تجي اذا في كسر نحن بنلحمه، وبعدين بنشلح اللون الاساسي تبع التريا بمواد طبعا تخضع لمغاطس، وبنرجع بصير عمليه الجلخ. بعد عمليه الجلخ من موضوع الكريستال بنلبسها محلول الذهب او فضه او البرونز. نحن عندنا 3 الوان للموضوع النحاس، معتق او من غير تعتيق. بعدين بنمرر التيار الكهربائي بقلبهم، بنحط سوك كهربائيه جديده. ولأنها من أقدم العواصم سكناً وعمرانا، ولوجود شيوخ كار يورثون صناعاتهم الحرفية لأبنائهم، إضافة إلى تعاقب العديد من الحضارات عليها، عاشت الحرف التراثية قصتها مع دمشق ترويها وتدلل على عراقتها، وستبقى صبغتها ثابتة في مجال الفن التراثي ما بقي صناعها الدمشقيون المهرة. لارا نخال لبرنامج مراسلون دمشق الاتجاه.